السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم نور. لو لسه أول مرة تشرفوني يا ريت تنزلوا تحت تشتركوا في القناة، ولو حابين يوصلكوا كل فيديوهاتي يا ريت تفعلوا الجرس على الكل. ويا ريت بعد ما تشوفوا وصفة النهاردة لو الوصفة عجبتكم يا ريت تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم وتحطوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت وتشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. النهارده هنعمل وصفة لحمة، صينية لحمة خطيرة. لو جربتوها هتدمنوا تعملوها. تابعوا الوصفة وانا متأكدة انها هتعجبكم قوي. يلا بينا على وصفة النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام عليه، صلاة تنفك بها الكروب وتنحل بها العقد. اللهم اغفر لأبي والمؤمنين أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض صنف لحمة خطير جدا، مش عايزة أقول لكم هتدمنوا تعملوها من جمالها. معايا لحمة اسمها صباع قشر اللوحة، بتقولوا للجزار كده، بتقطعوها قطع كده يعني لا تخينة ولا رفيعة، متوسطة. الكمية اللي معايا دي تقريبا كيلو الا ربع. ومعايا قرنين فلفل كبار، قرن احمر وقرن فلفل اخضر وممكن حامي. معايا 2 طماطم مقطعاهم حتت صغيره و2 جزر متوسط. ومعايا 4 بصلات صغيرين قطعتهم جوانح. معايا معلقتين صلصه، ومعايا عصره ليمونه ومعلقتين زيت. معايا معلقه ونص ملح، نص معلقه فلفل، نص كزبره ناشفه، ونص معلقه بهارات، وربع معلقه بابريكا. ومعايا ورقتين لوري. اول خطوه معانا هنجيب الخضار وعليه كل البهارات اللي معايا، وهفرك البهارات جوه الخضار جدا. طبعا دلوقتي ضفت البهارات، هضيف الليمون وهضيف الزيت، هضيف انا كنت ناسيه اضيف الثوم، في 3 فصوص ثوم ومعلقه صلصه. شايفين فركت كل التوابل اللي معايا جوه الخضار. خطوة مهمة جدا ان انا هتبل اللحمة بالخضار، يعني همسك اللحمة كده واقعد افركها جوه الخضار اللي معايا كتتبيلة للحمة. ضفت الثوم دلوقتي والصلصة. مش عايزة اقول لكم الوصفة دي خطيرة، الصينية دي تحفة. هسيبها اقل حاجة ساعتين في التلاجة جوه التتبيلة دي. هرصها بقى في الصينية اللي هدخلها فيها الفرن، وهغلفها كويس جدا بورق فويل. هغلفها مرتين علشان احنا مش هنضيف لها ميه ولا اي حاجه، هتستوي كده في رف اوسط بقى على درجه حراره عاليه لمده نص ساعه. انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره عاليه. الاول هحطها نص ساعه وبعد كده ساعه على نار هاديه. خدت معايا ساعه ونص، مش قادره اقول لكم بقى على الريحه ولا الجمال. خطيره جدا، دايبه دوب. لو جربتوا الوصفه دي مش هتبطلوا تعملوها بجد. لحمه مستويه ومظبوطه والخضار طعمه يجنن. تاكلوها جنب رز ابيض او رز بشعريه او عيش زي ما تحبوا. لو الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم ابعتولي تطبيقاتكم لما تجربوها، حطولي لايك، سيبولي كومنت، وشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.